السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا بخير على خير يا ايها الاخوات الغاليات المؤنسات. هذا الفيديو خاص بالنساء، وفينا كان شي راجل غير خرج، حيت هذا الفيديو ما معنيش بيك نهائيا، حيت كاين شي كلام ما يمكنش تسمعوه وخاص بالنساء. المهم اللهم اني قد بلغت. المهم بالنسبه لاخواتي، شفتوا العنوان باللي كيفاش تعرفي الزوج ديالك كيخونك، ما هي اسباب الخيانه الزوجيه، وكيفاش تقدري تعرفيه كيخونك، كيفاش من التصرفات ديالو، من بزاف د الاشياء غنذكرهم لكم. وكيفاش ممكن تصرفي الا طحتي في داك الموقف ديال الخيانه الزوجيه، كيفاش تقدري تتصرفي معاه، الطريقه اللي تصرفت بها او لا تصرفتي بها انتي او لا بزاف د النساء. وصراحه بغيت انا المهم غنقول لكم القصه ديالي انا شخصيا، ونتمنى تستافدوا منها وديروا بها ان شاء الله. اول حاجه غنبداو بها، كيفاش تعرفي الزوج ديالك كيخونك. هذه طريقه سهله بزاف وكتبان. اول حاجه التصرفات ديالو كتبدل، الطريقه باش كان كيتعامل معاك بها شحال هذه ماشي هي ديال اليوم. اوكي. تاني حاجه التليفون ديالو ديما ملصقو معاه، فين ما دار داير هو وتليفونه، بحال داك الريزو. داخل البيت نعاس داخل بيه، داخل الطواليت يقدر يهزو معاه في جيبو، خارج الزنقه يقدر يهزو يدير بك السباب بزاف د الاشياء. مهم كيكون واحد التصرف لي غريب ديال درجه انه ما يقدرش يخلي لك التليفون، والكود ما كيبغيش يعطيه لك. اوكي. هذه اشياء اللي تخليك تشكي في الراجل انه كيكون كيخون، ماشي يقدر يخون، كيخونك. كوني متاكده كيخون. اي راجل كيخون، الا ما خانش بالقول كيخون بالفعل، الا ما خانش بالفعل كيخون بالنظر. كنتمنى تردوا البال وتصرفوا يعني بواحد الطريقه اللي صحيحه. الا كنتي باغي الزوج ديالك، ردي ليه البال لهاد الاشياء. الا كنتي خونك ولا كنتي مازال كتبغيه بنت الناس، حاولي تحيدي منه هاد الاشياء الخايبه، هاد العاده الخايبه، ويرجع ليك. الا كنتي ما باغاش، شوفي كيفاش ديري وحصليه وفركتيها. هادشي اللي كاين. المهم انا نصيحه من عندي، الا عندك شي وليدات ما تفركسيش. الا كان هاد الانسان غلط مره ولا جوج مرات عطيه فرصه. اوكي. غير ما يكونش مدمن. اخيب حاجه هو الراجل اللي نرجسي خائن، وهو نرجسي. وكاين الراجل اللي كيبغي بزاف يخون فيه داك العاده، هذاك عنده ادمان، ما كيقدرش كيبغي يخون لمرته، سواء فعل يعني كيبغي يمشي يمارس الجنس مع نساء اخريات، يعني في الشارع ولا في الديور ديالهم في البيوت ديال الدعاره. وكاين داك النوع اللي كيبغي غير يهضر في التليفون، الشاط، كيبقى يشاطي بزاف مع البنات، كيهضر معاهم، تيقدر يدير اي حاجه معاهم في الهاتف. تخيلي اي حاجه كيديرها. اوكي. ماشي غير كتابه، يقدر يصوني عليها، يهضر معاها، يعمل معاها ابل فيديو، يعمل معاها بزاف د الاشياء. اوكي. من غير انه يخرج كما كنقولوا لارض الواقع، انه يمشي لعندها ويمارس معاها. غير هذيك يمشي عندها ويمارس معاها اللي خايبه بزاف. علاش؟ حيت فيها بزاف د الامراض اللي غيجيبها لك الزوج. وكذلك بالنظر، كاين الزوج اللي كيخون بالنظر، يعني وقت ما خرجتي معاه كيبقى يشوف في البنات، العيالات، اي حاجه شافها في الزنقه فيها كتعني النساء كيبقى يشوف، يعني ملهوف، ما عندوش الثقه في النفس. اسباب الخيانه هي الراجل الا كان ما كيثيقش في راسو. اوكي. ضعيف الشخصيه، ضعيف الدين والايمان، ما تايقش في راسو هو. اوكي. او اللي عنده بزاف المشاكل، الضغوطات، ولكن الضغوطات ما كنقولش الضغط النفسي او الاجتماعي ولا العملي يعطيه الحق انه يمشي يخونك، ما عندوش الحق نهائيا. مادام انت مرتو حلالا طيبا، ما عندوش الحق يخونك. المهم هذه خديها مني كنصيحه. أه مهم، حيت انا جربت هذا الاحساس ديال تحس لي راجلك خانك، وصعيب بزاف بزاف بزاف. صراحه واحد الاحساس اللي ما كيتنساش، كيبقى في البال وقت ما كتشوفي فيه، كتفكر اللحظه اللي خانك فيها، كتفكري اللحظه اللي خلاك على قبل وحده موسخه وغدرك معاها. علاش؟ كتبقاي تهضري مع نفسك، كتبقاي تقولي شنو السبب، علاش انا، شنو فيا، شنو درت، علاش نستاهل هذا الشيء هذا، واش شنو يعني كتمرضي في نفسك. واخا انت ما ناقصاش، ما ناقصه من حتى شي حاجه،
وتقدري انت تكوني احسن من هذيك اللي بدلك بها. ولكن مع ذلك انا متفهمك وحاسه بك في هذه اللحظه. علاش؟ حيت حنا كلنا النساء فاش كنتهضروا راه عندنا نفس الضربه كناكلوها. واحد الضربه بحال ماتلك شي شخص عزيز عليك، بحال الوفاه، بحال مات شي شخص عزيز عليك، فقدتيه في ديك اللحظه. يعني كتحسي بداك الاحساس ديال انك تكسرتي، دمرتي، تجرحتي، تهنتي، كرامتك مشات، حياتك، زواجك، سنين، اللحظات الزوينه والعشره، وزيد 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 وزيد، وداك العذاب وداك 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 بزاف د الحوايج مشاو هكاك. عارفه هاد الاحساس اللي صعيب بزاف غتحس به غير اللي بحالي واللي جرباتو. اللي ما جرباتوش كنتمنى اختي ما تجربيش. حيت شوفي، راه يكذب عليك الكذاب يقول لك الراجل ما تيخونش. اي واحد كيخون المراه، اي واحد كيخون، اي واحد. مستحيل شي راجل ما خانش. وكما قلت لكم ثلاثه الحوايج، الا ما خانش بالنظر، يخون بالهضره، بالكلام، يشاطي، يخرج الزنقه يتبع البنات، اوكي، بحال الكلب حاشاك. وإلا ما كانش هكاك يقدر يخونك باش بالجسد، كيمشي كيفسد عليك. والخيانه ديال الجسد هي اللي صعيبه بزاف. علاش؟ حيت فيها بزاف د الحوايج كما قلت لكم خايبه. عقوبتها انك انت ما كتنسيش وقت ما جا داك الانسان يرجع، واخا رجعتو ويجي ينعس حداك ونعس معاك كاع، كتفكر اللحظه كيما نعس معاك انت يقدر يكون نعس معاه هي بهذيك الطريقه. صافي داكشي اللي كيبقى في الميموار د عقلك. اوكي. احساس صعيب والله، كنهضر من كل قلبي بكل حرقه. لحقاش جربت هذا الاحساس وبقى كنتالم من الداخل ديالي. المهم، النصيحه اللي غنعطيك باش تنساي، حاولي ما تبارطاجيش هذه المعلومه هذه مع مع الاصدقاء ديالك ومع العائله. حيت العائله الا عرفات ما هي اول وحده غتفرقكم، ما غتخليكمش تكملوا هذا الزواج. حاولي تصرفي بواحد التصرف اللي عاقبيه، عاقبيه، ولكن ماشي تمشي لداركم. ما تهزيش تخوي الدار، لا ما تخويهاش ليه. جلسي في دارك ياك، عاقبيه بل ما تهضريش معاه. خليه يتأنب في الضمير ديالو. شرطي شروطك عليه. داكشي اللي ما داروش ليك يديرو. اوكي. فلوس اللي كيخسرها على الخانزات يخسرها عليك نتيا. اوكي. تهلاي في راسك، لبسي قادي. بغيتي تصلحي العلاقه الزوجيه مع راجلك، حاولي تلبسي قادي، ديري اي حاجه كتعجبو، ديريها باش ما يشوفش في الزنقه. اوكي. وقوي الايمان ديالك، تقربي الله، صلي، طلبي الله يخفف عليك هذا الجرح ديال الخيانه الزوجيه، حيت صعيب بزاف. كما قلت لكم انا جربته وواصعب بزاف بزاف، ما كيتنساش. كنتمنى الله يسمح ليهم، حيت فريمون احساس صعيب بزاف. وشكرا بزاف على الاستماع ديالكم. نتمنى نكون نفعتكم غير شويه، حيت هذا الشيء صعيب بزاف، ما كيتنساش وما كيداواش. ومهم ردوا البال لبعضياتكم، وردوا البال الازواج ديالكم، وردوا منهم البال بزاف بزاف. شكرا بزاف.